انتهاكات لتضييق وتهجير الأهالي، انتشار واسع لظاهرة الاختطاف وفرض الفدية، استمرار الانتهاكات الممنهجة بحق الشعب الكردي في عفرين. وثقت منظمة حقوقية كردية اختطاف عدد من الشبان الكرد في عفرين على يد فصائل المسلحة في شهر يناير المنصرم. وقالت منظمة حقوق الإنسان في عفرين في تقرير إن عناصر الشرطة العسكرية داهمت قرية قجومة التابعة لناحية جندريس في 12 من كانون الثاني عام 2022، وقامت بتفتيش منازل المواطنين الكرد بأسلوب همجي، وتعود المنازل إلى كل من فرهاد محمد موسى. وبحسب المنظمة تعرضت المسنة الكردية أمينة خليل نبي وهي والدة فرهاد محمد إلى ردود في الوجه وتعرض إخوته للضرب والإهانة أثناء خطف فرهاد. حنان محمد موسى، بشار حنان موسى، وبعد أيام من الاعتقال تم الإفراج عنهم في 23 من كانون الثاني مقابل فدية مالية. وما زال بشار حنان موسى مختطفاً. وفي السياق أكدت المنظمة أن فصيل الشرطة العسكرية أقدم في 10 من الشهر نفسه باعتقال شاب حسين بهجت حسينكا من قرية رمضانة والمقيم في جندريس في 10 من كانون الثاني. المصدر الحقوقي نفسه أفاد في تقريره الشهري أن عناصر من فصيل الشرطة العسكرية أقدموا على خطف 4 شبان كرد من أهالي قرية هيكيتشي التابعة لناحية جندريس بتهمة التعامل مع إدارة بيدا السابقة. والمواطنون الذين تم اختطافهم هم شيرهاد زعيم حسن، رضوان رشيد محو، عبد القادر رشيد حسن، زياد عارف محو. وأشارت إلى أن المواطن شيرهاد زعيم حسن سبق أن تم خطفه في 17 من شهر آب عام 2021 وأطلق سراحه بعد دفعه لفدية مالية. في 20 من كانون الثاني عام 2018 شنت تركيا والفصائل المسلحة هجوما عنيفا على مدينة عفرين، ومنذ ذلك الحين تستمر انتهاكات الفصائل المسلحة بحق المدنيين